ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم على فيديو جديد، هنتكلم عن مقارنه ما بين الديب سايت والفاير بيز ستوديو. المفروض ان الفاير بيز ستوديو دي اداه قويه من جوجل، واحنا كنا جربناها قبل كده ان احنا ننشئ ابلكيشن صغير من خلال البرومبت اللي هم كانوا حاطينه. يعني مثلا احنا استخدمنا برومبت من الاقتراحات اللي هو حاططها، وكان الويب سايت اللي احنا او الابلكيشن اللي احنا استخدمناه كان بسيط جدا، وفكرته كانت بسيطة، بس ده كان حاجة هو متدرب عليها. فعشان كده طلع بشكل كويس. احنا برضو هنجرب، هنشوف هل هو يقدر يعمل اي ابلكيشن ولا لا. ونفس الكلام مع الديب سايت هنا. هنجرب برضو ونشوف مين الاقوى فيهم ومين اللي يقدر ينفذ لنا اللي احنا عايزينه. طيب احنا عايزين نعمل ابلكيشن عن مثلا تعلم اللغة الانجليزية. هنجيب البرومبت ده من شات جي بي تي، وندي الامر هنا والفاير الديب بيز سايت. ستوديو، ونشوف انهي فيهم هيطلع لنا ابلكيشن شغال والدنيا تمام وما فيهاش اي مشاكل. طيب احنا خدنا البرومبت من شات جي بي تي، وهنجرب بقى على الفاير بيز ستوديو. ده اول حاجه هنديله هنا الكلام اللي احنا عايزينه، وهنقول له بروتوتايب ويز اي اي. فهيبدا هو ياخد الكلام بتاعنا ويحلله. بدأ بقى ان هو يحلل الكلام ويقول لنا، بدأ ان هو بقى يقول لنا على الحاجات اللي هيستخدمها والالوان واللي اوت والكلام ده كله. انا هكمل على طول اقول له بروتوتايب ذيس اب. يبدأ بقى يجنريت الاب. طيب تعال نجرب بقى مع الديب سايت، وهنديله نفس الامر وهنشوف ايه اللي هيحصل. فدي كده مقارنة بسيطة ما بين الفاير بيز ستوديو والديب سايت اللي هو شغال على الديب سيك يعني. طبعا هو ده اللي طلعه لنا. دي اول حاجة مش شغالة، اللايت مود والدارك مود، ومفيش اي حاجة من الحاجات دي كلها شغالة. يعني هو مطلع لي شكل بس. طيب خلينا نسيب بقى الفاير بيز ستوديو ونروح على الديب سايت. هنشوف النتيجة النهائية هيبقى شكلها عامل ازاي، وهل برضو هيبقى شكل بس زي التاني ولا كل حاجة شغالة. طب هنقول له هنا مثلا ان مفيش حاجة شغالة. فانا قلت له غير كده انا قلت له ان اليو اي ده مش شغال، واحنا عايزين بس نضيف اللغة العربية في الموضوع. فهنستنى كده نشوف هل هيعدل حاجة والدنيا هتشتغل ولا الدنيا هتفضل عطلانة كده. برضو نفس الموضوع، مفيش اي حاجة شغالة خالص. وده طبعا احباط كبير. يعني انا كنت مستني من فاير بيز ستوديو ان هو هيطلع لي حاجة جبارة، ده بناء على الكلام يعني اللي اتقال على فاير بيز ستوديو ان ده هيخلي المبرمجين يقعدوا في البيت والكلام ده كله. بس انا مش شايف منه اي استفادة. فبرضو خد الامر مني وبرضو ما نفذش حاجة، وعمل ريندر بس. فمش شايف منه اي استفادة. تعال نشوف الديب سايت كده. هو المفروض ان هو هنا بيقول لي ان هو خلص. ده شكل الابليكيشن، وفي هنا كويز وجايب لي اكتر من سيكشن تحت انت ممكن تختار ما بينهم. فاحنا عايزين نجرب بقى كل حاجة. هنا مثلا lessons. طب هو هنا برضو في شوية مشاكل بسيطة، بس طبعا الشكل مختلف جدا، والمنظر شكله كويس يعني. طيب تعال نقول له برضو ايه. عايزين مثلا نضيف اللغة العربية زي التاني. انا قلت له غيره كده للغة العربية، نشوف هل هيغير ولا هيبقى. هو برضو ان انت تطلع تطبيق كامل من الزيرو يعني باستخدام الاي اي، اعتقد ان هي فكرة يعني صعبة على الأقل دلوقتي. بس هو بيديك مثلا اليو اي كامل. فانت ممكن برضو دي تبقى، ده هي هتبقى أداة قوية للمبرمجين. يعني انت مش هتحتاج تبدأ أي حاجة من الزيرو بعد كده. انت ممكن تديله الأوامر بتاعتك وتقول له ان انت عايز تعمل واحد اتنين تلاتة، وبعد كده تاخد بقى انت مثلا هتكمل عليه اي بي اي او تشتغل عليه بعدين. فهي إضافة قوية للمبرمجين، هتساعدهم جدا في ان هم ينجزوا شغلهم في وقت أسرع. وطبعا هو يقدر ياخد بقى كل اليو اي ده يقعد يعدل عليه براحته يعني. فزي ما انت شايف هو بياخد الامر وينفذه بطريقه محترفه جدا. لكن الفاير بيز ستوديو طلع حتى اليو اي شكله مش لطيف. يعني انا مش ما اقدرش اعتمد عليه اصلا في اي حاجه. يعني مثلا حتى لو انا عايزه يغير اليو اي، هنشوف برضو يمكن انا بستخدم حاجه غلط. بس انا بيتهيألي كده ان هو ده اخره يعني. هو مثلا هو موديل متدرب على شوية حاجات وخلاص، ما بيعملش اكتر من كده. يعني ما فيش اي حاجة. هو مش ده مش شكل ابلكيشن خالص يعني مثلا ديب سايت تحس ان هو لا يعني فعلا بيطلع حاجة كواليتي عالية يعني. طيب هو هنا خلص زي ما انت شايف برضو يعني. في انيميشن، وفي غير لي اللغة والدنيا مختلفة خالص يعني. طيب احنا ممكن برضو نحاول معاه تاني بحيث ان ايه نوصل لأحسن شكل يعني. ونقول له مثلا
ان المنيو الصفحه اللي تحت دي مش شغاله، عايزين نضيف اكتر من بيج المنيو دي عايزين نشغلها. طبعا انت مع المحاولات معاه هيطلع معاك حاجه كويسه يعني. انا عايزك تتفرج وتستمتع معايا بجد يعني، انا مبهور. يعتبر 90% من الكلام اللي انا قلته له عمله. يعني انا قلت له المنيو اللي تحت دي مش شغاله، شغلها لي، ضاف لي بقى كل حاجه، كل حاجه شغاله. الزراير اللي هنا مفيش اي حاجه عطلانه، وكل حاجه شغاله زي الفل. تحديات حط لك كل حاجه انت ممكن تستخدمها. عايز بقى انت مثلا يعني كل ما هتلاقي حاجه واقفه معاك تقدر انت تقول له عدل لي الجزئيه دي، هيعدلها بسيط خالص. وتفضل ده حط اسم وظبط الدنيا وانت تقدر تعدل عليه. فلا مختلف جدا 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 عن فاير بيز ستوديو يعني. ففي النهايه حتى لو انت ما عندكش خلفيه برمجيه، انت تقدر تطلع برودكت تقدر تستخدمه. ممكن حاجات بسيطه اللي تقف تبقى تستشير برضو ادوات ذكاء اصطناعي تاني. يعني انت ممكن ما تحتاجش لحد، لو الابلكيشن بتاعك بسيط وفكره بسيطه هتقدر تنفذها في وقت قليل جدا، ومن غير ما انت اصلا يكون عندك اي خلفيه برمجيه. فاحنا داخلين على مرحله ال AI هيكتسح ناس كتير جدا من السوق. فطبعا دي نصيحه ليا ولكل حد شغال في مجال البرمجه، لازم يبقى واخد باله من ال AI، يستخدمه ويبقى صديق لل AI والتطورات اللي بتحصل في ال AI. فزي ما انت شايف احنا عملنا مقارنة ما بين الديب سايت وفاير بيز ستوديو. طبعا الديب سايت اكتسح الفاير بيز ستوديو. انا عايز بس اوريك المنظر بس النهائي، اتفرج هنا شوف كل حاجة شغالة مفيش اي حاجة بايظة، وهنا ده شوف عامل ازاي، انا ما اعرفش ايه ده يعني. انا اتصدمت بجد فيه. كده احنا وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. لو كنت مستمتع بالحلقة ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت عندك اي سؤال او اي استفسار يا ريت تكتب لي في الكومنتات تحت، واي حاجه انت عايز تعرفها ابعتها لي وانا هرد عليك على طول. سلام.